أسعد الله مساكم بكل الخير مشاهدي الأفاضل أينما كنتم. مرحبا أهلا وسهلا في القاهرة وفي الدار البيضاء في المغرب وفي مصر، عند كل عشاق الكرة في الوطن العربي وفي إفريقيا كذلك. وهذا الموعد مباشرة من مركب محمد الخامس رحمه الله في مدينة الدار البيضاء، معقل الغريمين ومعقل الزعيمين الوداد والرجاء، هنا في الدار البيضاء في مواجهة الغريمين والزعيمين في الجهة المقابلة، الأهلي والزمالك. بعدما تخطى الأهلي البارحة الوداد في الشوط الأول وفاز عليه بهدفين مقابل صفر في مفاجأة كبيرة جدا. أكبر المتفائلين في القاهرة لم يكن يحلم أو يتوقع بهكذا نتيجة، لكن سيناريو المباراة أكد بأن الأهلي كان البارحة أفضل بكثير من نادي الوداد الذي كان في واحد من أسوأ خرجاته على الأقل هذا الموسم. اليوم المواجهة الثانية طبعا سيكون تأثير الذي حدث البارحة كبير، وقالها جمال السلامي مدرب نادي الرجاء البيضاوي على الصورة، الذي قال بأنه كان سيلعب بطريقة أو بنفس وخطة وسيناريو، ولكن ما حدث البارحة أخافه تقريبا وقرر أن يلعب بسيناريو آخر. ما هو السيناريو الذي كان مقرر؟ ما هو السيناريو الذي حدده الليلة؟ سنكتشفه مع انطلاقة هذه المباراة من دون الملح، من دون السكر، من دون جماهير. عمر عرجون مع فابريس نجوما وعبد الإله الحافظي، محمد متولي رفقة سفيان رحيمي وبن مالانجو الكونغولي ضربة الانطلاق، والزمالك بلباسه الأزرق على غير المعتاد على يسار الشاشة مع أولى بعيدة تماما وتغطية دفاعية. بداية كرة في التماس لصالح عناصر الرجاء، توصل مباشرة في اتجاه رحيم، يرجع للخلف. الكرة البينية فابريس نجا، الكرة البعيدة وتغطية دفاعية من هنالك. 2018 حاولت المرور والتغطية دفاعية من عبد الإله الحافظي، واحد ممن ساهموا بقسط كبير جدا في تتويج الرجاء في اللحظات الأخيرة في سيناريو هيتشكوكي رهيب. كرة رجوية داخل منطقة العمليات، مالانجو استلمها يبحث على جهته اليسرى على عبد بالتسجيل، هو المطالب بالمغامرة عبد الإله الحافظي، والتوزيعة خطيرة ولكن بين أحضان محمد أبو مذكور. هاي كرة صعبة لصالح نادي الزمالك الجريء في لعبه الهجومي، شوف العددهم داخل منطقة عملية، كرة ملعوبة بشكل رائع والتغطية دفاعية من هنالك. عبد الإله مذكور يتقدم، يحاول يمر من أمام عبد الله جمعة، يدخل من الوسط والحكم يقول مخالفة لعبد الإله مذكور ولعناصر الرجاء بعد مرور 8 دقائق لعب. مشاهدي الأفاضل 0 مقابل 0 في النتيجة. دفعين أو عرقلة، المخالفة تلعب عرضية ولا بين أحضان محمد أبو جبل. هذه الكرة كانت سهلة، يريد أن يكون جبلا اليوم محمد في مواجهة كل الكرات المغربية. أحمد سيد زيزو على الجهة اليسرى، كرة صعبة، حاولت المرور وتسديدة ولا الزمالك المصري استلام رائع مقبولة، أما أنه تكون متعمدة فلا. كرة على الجهة اليسرى عن طريق اللاعب فابريس نجا، والدفاع يتدخل ويخرجها من قبل سفيان رحيمي، يوصلها مباشرة لفابريس نجا، كرته لم تمر، ما زال فابريس حاول يمر، فابريس نجا باليمنى بعيدة تماما من هنالك على الجهة اللي لم يقل شيئا. مالانجو يلعبها بينية، ترجع له انطلاق مالانجو من هنالك والتغطية دفاعية في مباراة الدوري. سفيان رحيمي حاول يمر، سفيان دخل، سفيان الحكم يقول العب. هاي اللعبة هنا من رحيمي، تردد شوية، دخل، لا أحمد عيد على صغر سنه تقريبا، اوكي يده اليسرى ولكن ارتمى خلف اللاعب، وسفيان رحيمي لم يحتج، أقرب المقربين لم يحتج، فمعناه أنه لم يشعر بها خطورة. أشرف بن شرقي سواء برجله أو بالراس في القائمة الثاني، ارتم قبل عناصر الزمالك. كرة بعيدة في اتجاه مالانجو والتسديدة. تقول لي أنا أمام الزمالك والأهلي ربحوا البارح ب2، لا. والانطلاقة من قبل عمر عرجون
الحكم لم يقل شيئا، راحت لسهله لمحمدين بكأس افريقيا للانديه البطله. اما الرجاء ففاز بدور الابطال. تدخل قوي جدا، الحكم لم يقل شيئا. رجعت الكره في الخل لصالح طارق حامد، عفوا لصالح يوسف اوباما. حاول يمر يوسف من الاول والتغطيه من الرجويه. البحث عن مالانجو لم يقدر عليها في وسط الميدان. ما زالوا بالتالي عبد الله الحافظي يلعبها في العمق. والتغطيه الدفاعيه الرائعه من كره في المخالفه. محسن متولي يرفع كره بعيده كثير في القائمه الثاني، الراس وما زالت الخطوره. الحكم صفر. خلوني نقول بان التحكيم بالدفع نعم من قبل المدافع الياس حداد. عبد الاله مذكور يرجع في الوسط مره ثانيه. وخطا اخر. حتى الاخطاء الزمل. البحث عن الكرات العاليه في القائمه الثانيه ملعوبه بشكل رائع. الكره في الرأي. سفيان رحيمي نفذ الركنيه في القائمه الاول والدفاع يخرج. شوف الكثافه العدديه للاعبي الزمالك في منطقتهم. ما زالت الكره رجويه بالراس في القائمه الثانيه. مثبت اموره كما ينبغي ومهاري كذلك زينو يصنع الفارق مع اي مدافع. الكره لبن شرقي، يحاول يمر بن شرقي والتوزيع على الارضيه والتغطيه الدفاعيه. ويدخلوا كليه. تلعب الكره بينيه. التوزيع من طارق حامد والدفاع يدخل ركنيه اخرى. سيد زيزو في تنفيذ هذه الركنيه مرفوعه في القائمه الاول. التغطيه الدفاعيه. ما زالت الكره هنا وفت في المباراه. احمد عيد ينفذ التماس، يرسلها طويله. البحث عن مصطفى محمد. والدفاع بصعوبه يخرجها. يستند على محسن متولي. المحسن مره ثانيه يصطدم بزميله الرحيمي. والحكم يصفر خطا. محاوله زنيتي. زيزو ينفذها. هيلا الرصيد خطيره توصل لمالانجو. راقبها مالانجو. والكره بعيده. الزمالك في هجمه وفي هجمه معاكسه تكون خطيره من جانب نادي الرجاء، لانه لاعبين تاع الزمالك لم يكونوا. اليسرى يمر مالانجو. كره رائعه بين الميدان. لحد الان بدايه موسم في وقت الناس في بدايه موسم مع المدافع الزمالك بهدف مقابل صفر. يسعد عبد الاله يرسل كره بعيده باللحظات الاخيره. البحث عن سفيان رحيمي. الكره في التماس. قضي الامر. انتهى الوقت الرسمي والوقت بدل الضائع من عمر الشوط الاول. مشاهدينا الافاضل اينما كنتم مرحبا الى ملعب محمد الخامس رحمه الله في الدار البيضاء ومجريات الشوط الثاني من مباراه الرجاء المغربي امام الزمالك المصري 1-0. كنا تركنا نتيجه الشوط الاول لصالح الفريق الضيف الزمالك. وضربة الانطلاقات يسرى. كرة البينية الرائعة في العمق والتغطية الدفاعية من هنالك عن طريق هلال الحفيظي. اللاعب محسن متولي. كرة في والأخضر اليوم يلعب بالأبيض. كرة على يسار أنس الزنيتي مرفوعة بشكل رائع في محسن متولي. كرة ليس هناك قضية تسلل في تقدير الحكم في خطأ. في الوسط إسلام جابر. الكرة البعيدة راح أشرف جول. تقنية الفار التي ظل تقريبا بس. كرة صعبة يدخل سفيان. التوزيع خطير. تسلل. وضعي تسلل اجتهادي وفيها سفيان رحيمي. كرة بينية جدا من اللاعبين. الاشرف بن شرقي بينية الى مرمى الزمالك وهو لم بيلعب بينية. تبقى مدرسة كبيرة جدا. خرجوا مع كرة خطيرة. التوزيع رائعة في القاع جدا. هيصعب الكرة. هيصعب. يتحصل على محاولة التنفيذ. لمسة يد يا سيد الحكم. بحثا عن مالانجو. ما زالت الخطورة عرضية. المخالفة الأولى عرضية. يمكن يده كانت ثابتة. هذه مدى هاي الكرة هنا وهنا لمسة يد من عبد الاله المذكور والتوزيع. ما زالت الخطورة بالراس مرة ثانية. الراجع عناصر الزمالك لمنطقتهم. فابريس نقايا. يدخل سفيان يسدد سفيان الرحيمي. خطير. ويربح زملائه بعض الثواني. عدد كبير من اللاعبين الرجاء. التوزيع عرضي مرة ثانية. يرفع القائم الأول. توصل في الوسط لجبرون بعيدة. حليب في صراع. المساعدة جاته. دخل عبد الاله. هي كرة صعبة. هذه المرة في القائمة الثانية. تغطية هي خطيرة بالراس. صعب. مباريات تلعب فوق أرضية الميدان. بيحاول يمر. التوزيع. المعركة الأولى.